السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالجميع في القناة، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم راح نحضروا مع بعض لبيني بالمعجون بالطريقة التقليدية. بزاف بنان تاع زمان وناجحين من أول تجربة، غير بحبة بيض واحدة فقط. ما تنسوش دعمونا باللايك والمتابعة. اللي مش مشتركة في القناة نقولها ديري متابعة وفعل الجرس باش يلحقكم كل جديد. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندنا هنايا 3 كيسان معمرين مليح فرينة، وعندنا كذلك هنا مغرف صغيرة تاع ملح باه ما يجوناش صامتين، وكذلك عندنا مغرف كبيرة مش معمرة تاع لافاني، ومغرف صغيرة تاع خميرة الحلوى باش تمدنا واحد الهشاشة وواحد الخفة، وكذلك عندنا مغرف كبيرة خميرة الخبز وزوج مغارف كبار سكر. يعني نعتذر عن الإضاءة هنايا القوية. نخلطوا كل شيء مع بعضه، نخلطوا مليح، وبعدين راح نلوحوا حبة بيض تاعنا، حبة واحدة فقط، ونخلطوا كذلك مليح. ونزيدوا مغرف كبيرة تاع مارغرين نذوبوها مليح، وبعدين نلوحوها في الخليط تاعنا. هنايا اللي بغات تعوضها بالزيت دير 4 مغارف. انايا ما حبيتش ندير الزيت باه ما يجونيش لي بيني تاعي مزيتين. نلموا الخليط تاعنا بكاس حليب دافي، نلوحو بشويه، وبعدين نبدا نطمف العجينه تاعنا. الكأس الحليب الدافي هو نفس كأس اللي كيلت به الفرينة. انا هنايا الفرينه تاعي ما تشربش، واللي عند يعني الفرينه تاعها تشرب تزيد تدفي شويه ماء، وما تكثرش بزاف حتى تتحصل على عجينه تتماسك في اليد. هنايا نبلو شويه دينا بالزيت قيس مغرفه ونص، وكذلك نزيدو ندهنو سطح العمل، ونقعدو نطمو في هذيك العجينه تاعنا مليح. بعد ما لميت هذيك العجينه تاعي طميتها مليح، نزيدو نحطو شويه زيت في الغيسيبيون تاعنا، ونحطو هذيك العجينه ونغطو عليها بالورق البلاستيك ونخلوها تخمر لنا. ما يعني ما طولناش، لانه كيما راكم تعرفوا الحال سخون دوكا. بعد ما خمرت لي ديك العجينه تاعي اللي عندها يعني البيترا تعجنها بالبيترا، راح نرشوا شويه سطح العمل تاعنا بشويه فرينه، وبعدين نديغازيو هذيك العجينه تاعنا. درت هنايا شويه خميره باش عفوا درت شويه فرينه باه ما تلصقناش هذيك العجينه تاعنا كي نفتحوها، لانه راهي طريه بزاف. هنايا نفتحها بالحلال تاعنا، ما نحلوهاش رقيقه بزاف، نخلوها شوي خشينه باه كي نطبعوا لي بيني تاعنا بعدا كي نطيبوهم يجيونا منفخين. يعني صراحة يا البنات شتو نقول لكم، وصفة هايلة وما تديش الوقت كامل كذلك، ويعني ناجحة 100%. راح نجيب هنايا انا الكاس، راح نستعمل معكم الكاس. كاين طوابع تاع ليبيني، انايا قلت راح ندير معكم يعني ليبيني بالطريقه التقليديه، لهذا جربت معكم بالكاس. كاين اللي ما عندهاش طابع ولا، دونك انايا درت معكم بالكاس باش تشوفوا النتيجه كيفاه راح تجينا، وناجحه قلت لكم من اول تجربه. راح نحيي هذوك الزوائد، وبعدين نطم هذيك العجينه تاعي اللي نحيتها ونحطها ونغطي عليها ونخليها تخمر لي كذلك 5 دقائق باش نكمل بالحبات الاخرين. هنايا راح نجيب البابي كويسون ولا ورق الطهي، هذا راح نقصه الى مربعات ونرش عليه شويه فرينه بهذه الطريقه.
ننفض هذيك الورقه، ما نخليهاش معبيه بالفارينه تاعنا، وبعدين نهز الحبات تاعي تاع لي بيني ونحطهم في هذاك الورق الطهي بهذه الطريقه. باه من بعد كي يسهل لي نهز الحبات تاعي ونلوحهم في المقلاة تاعي باه ما نفزتش التخمر تاعهم. هنايا نحطهم في البلا تاعي ونخليهم ونكمل بنفس الطريقه مع كامل الحبات، ونحطهم نخليهم كذلك يزيدوا يخمروا لنا حوالي 10 دقائق ربع ساعه باش نقدر من بعد نقليهم. هنايا راح نجيب في مقله، راح نحطوا شويه زيت، ما تكثروش الزيت بزاف باش ما يتفزلكمش لي بيني تاعكم وتتحصلوا على نتيجه مليحه. من جهه اخرى راني حطيت السكر باه جوست يتقلاو، نلوحهم في السكر باش يتمرغوا لي مليح في السكر تاعنا. هنايا راني نلوح في البيني تاعي بطريقه سهله، يعني بلا ما نهز ولا يعني نطيبهم بهذاك البابي كويسون، جيست نحطهم يزلقوا لي في هذيك الزيت. هنايا نقعد نلوح شويه الزيت على البيني تاعي، ما تحركوهمش حتى يتنفخوا لكم باش تقلبوهم باه ما يتفزت الشكل تاعهم. شوفوا هنايا نتحصلوا على هذاك الخط اللي في النص، دليل على نجاح الوصفه. شوفوا الله يبارك كيفاه يتفخوا كي تلوحوا حبه تاعكم في الزيت. قلنا خلوها تتنفخ باه تقلبوها باه ما تفزت لكمش. وهزوا بهذه الملعقه، خليها ديروهم مليح من الزيت ولوحوهم في السكر، نمرغوهم بيان في السكر تاعنا بهذه الطريقه. انا قلت لكم يعني ديروهم ديريكتومون في السكر باش يهز لكم السكر ويتمرغوا لكم مليح. يعني كي يبردوا ماهمش راح يتمرغوا لكم مليح. انا يعني حبات اللونين زربت درتهم بالسكر، الحبات الاخرين تلمو زربت باش نقلي جاتني يعني شويه ما هزوليش السكر. انا صراحه كي يكون عندي خارجه سواء نروح البحر ولا نحوسو نخدمهم ونديه معايا الوليدات، يعني هايلين. دونك هنايا هامليكم لي بيني تاعنا راح نجيبهم نفتحهم في النص ونحشيهم بالمعجون. انا نحبهم بالمعجون يعني ولا حبيتو يعني ديروهم بالشوكولا نورمال يصلحوا. انا اليوم قلت لكم راح نحضروا مع بعضنا لي بيني بالطريقه التقليديه. راح نكمل المعجون مع كامل الحبات تاعنا نحشوهم، ما نكثروش بزاف باش ما يجيوناش حلوين بزاف. ولا هاي صراحه يا البنات يشهوا ناجحين من اول تجربه، ويجوا بزاف بنان ويجوا خفاف. وشوفوا العجينه تاعنا قطنيه، وشوفوا من الداخل قصيت معكم هاد الحبه تشوفوهم فارغين من الداخل او ميم طون راح يجيونا مشحمين. يعني لو كان يجيونا فارغين بزاف من الداخل راح يعني من بعد راح يكونوا يابسين. واخيرا ولا صراحه يا البنات يعني يجيكم يشهوا ناجحين من اول تجربه، ويجيو بزاف بنان ويجيكم خفاف ما شاء الله. شوفوا نقص معكم الحبه كيفاه تجينا من الداخل فارغه او ميم طون تجينا ملحمه، يعني ما يجوناش هذوك الفارغين بزاف من الداخل راح يبسونا من بعد يعني ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. ما تنسوش دعمونا في القناه، ونقول لكم نلتقي في عدد اخر في وصفه جديده ان شاء الله، والى اللقاء.